احنا بقى كمصر، ايه الشوكة اللي كانت في ظهرنا على طول يا استاذة ماجي؟ القواعد اللي هناك. ليه يا استاذة ماجي؟ علشان لو احنا هنخش اي حاجة مع الازرق هنتضرب من هناك. يا ريت لايكات بقى، علشان كده انا ابتديت اتكلم في حاجات سياسة والبث هيقطع علينا. لايك لايك وقلوب، يعني انا عايز لايكات. اللايك اللي هو اللي تحت الشاشة لازم لايكات، لايك. اوكي، واكتبوا جود لايف زي ما استاذه سمارت لايف عامله، علشان كده هيتقطع علينا البث. فاللي كانت هناك، القوات اللي هناك على اراضيهم، اللي صدام حسين كان هو السبب فيها، اللي بتقولوا عليه اسد العرب وهو قطه خاين، كان شوكه في جنب مصر، في ظهر مصر، في قفا مصر، مش عارفه تجيبها. في اي لحظه هنتضرب من هناك، اوحش من 67. طيب، الرئيس قال لهم ايه يا استاذه ماجي في 2015 في جامعه الدول العربيه؟ لازم نعمل ناتو عربي، لازم نعمل مش عارف ايه، لازم نعمل مش عارف ايه. يا جدعان هنتضرب، يا جدعان هيطلع عين ابوكم. حد سمع كلامه؟ محدش سمع كلامه. لغايه اللي كانت بعدها ايام، من 3 سنين غالبا، ولا من 4 سنين، اللي حضر فيها الشرج، اول واحده يحضر فيها الشرج. الراجل يعني كان هيجي له جلطه، كان بيبص لهم كده ولا واحد من الخلايجه راح. افتكروا كويس. فانت النهارده يا حته عيل، امبارح كنت بتاخد جوز السندوتشات وتاخد جوز ريالات وتروح بيهم المدرسه، جاي عايز تعمل زعيم للعرب كلهم. السعوديه زعيم؟ طلع هو الزعامه بالاسم. انت تعرف يعني ايه تقرا خريطه؟ هو انت تعرف يعني ايه تموضع قوات؟ هو انت تعرف؟ ما هياش بالفلوس. ما هي الجزمه لو اتملت فلوس هيبقى اسمها ايه؟ عربيه؟ هيبقى اسمها ايه؟ يعني هات كده جزمه وملاها فلوس، هيبقى اسمها ايه؟ فانتوا بتدوروا على الزعامه وما سمعتوش كلامنا. معايا يا استاذه ماجي؟ هجاوبك برضه يا استاذه سمارت لايف. فبعد ما خدوا على قفاهم قالوا لك الله، ده ترامبولا خد التريليونات وفلسع. ده ترامبولا خدناه ادانا الصابونه. الحقنا يا سيسي. طبعا بعد ما الليله دي خلصت كانت كل حاجه عندهم اتكسرت، والزيلينس اللي راحوا جابوه اتضرب هو كمان. يعني انت راح تجيب لي واحد مهزوم يحميك؟ انت عبيط يا عبيط؟ انت حمان يا حمان؟ انت حمان؟ فالناس دي كلها مشيت. انا كده كده ليا قطع هناك، زي ما قلت في اول كلامي، انا عملت كام مناوره هناك. وعلشان نعمل الحاجات دي محتاجه يعني تخطيط كبير، وحسني مبارك الله يرحمه اتكلم فيها. محتاجه تخطيط كبير، واصل هي مش طلعت خناقه. هو مين اللي هيمول السلاح ومين اللي هيجيب السلاح وايه الخطط الاستراتيجيه وانت دورك ايه وانا دوري ايه؟ مش زي حرب اكتوبر مع اول مدفع انت سبتني وجريت، واللي كان المفروض يضرب جوه اسرائيل ما ضربش. في حرب اكتوبر ما ضربش. والشوزي حارب يومين ورجع نام في بيته.
وفي الاخر انا اللي طلعت غطيته، وبعدين حصلت عندي الثغره، لان انا ابويا الله يرحمه كان في الثغره، فحكى لي كل حاجه. عندي كتاب قبل نظيره كله، كتاب ما تزوقيني يا ماما، عندي كل الكتاب في اللي كان بيحصل على الارض. يعني يوم 6 اكتوبر ده كانت درس لازم نقعد نسمعه من ابويا الله يرحمه، كان بيحصل ايه وعملوا ايه وراحوا فين وجم منين